تستمع لوسائل الاعلام انك لا تكترث الانتقادات، ان الانتقادات جزء من عمل مدرب كرة قدم. الان تحقق اكبر انجاز في تاريخ الاردن الرياضي للوصول الى نهائي كأس اسيا، ما هو شعورك؟ انا سعيد، يمكن اسعد مدرب يمكن في القاره وربما في العالم، لانه يمكن يوم تاريخي بالنسبه لنا. وانا دائما اؤمن على انه عمل جماعي صراحه. كل الشكر وكل التقدير للاعبين اللي اليوم صراحه كانوا في واحد المستوى عالي. الخصم لم يكن بالخصم السهل، لكن احنا امنا على ان عندنا حظوظ. ويمكن الخطاب اللي كان يوم امس والكلمات اللي كانت يوم امس هو انه يجب ان لا نبالغ في احترام الخصم اكثر من اللازم. يجب ان نؤمن على عندنا حظوظ، والحمد لله انه شفنا اليوم على انه كانت يمكن اكبر الفرص في عدد كانت لصالح منتخبنا. والحمد لله يعني هدفين امام كوريا ليست بالسهله. الحمد لله تنتمنى اننا نستمروا في هذه الانتعاشه وفي هذا الايمان وفي هذه الثقه الكبيره على اساس اننا نكونوا حاضرين.